صحوة الرضوانية غرب بغداد. البعد العشائري في المجتمع العراقي ليس من السهولة تجاوزه. رغم قرار حل الصحوات وحصر الملف الأمني بالحكومة، بقي دور زعماء العشائر مهماً على مستوى التنسيق الأمني بين المناطق، فضلاً عن بعده الاجتماعي في الحماية من عودة تغلغل الجماعات التكفيرية. الركيزة الأساسية هي أبناء المنطقة والعشائر اللي موجودة بها. يعني الجهات الأمنية أو القطاعات الأمنية هي عمل مشترك ما بينها وما بين قادة الصحوات. 3 مرات أنت تعرضت لمحاولة اغتيال. نعم. ده الموضوع الأمني حاضر بيومياتك لما بتفيق الصبح، لما بتتحرك، رعايتك لأهلك لعشيرتك؟ أختي العزيزة، إحنا يعني الموضوع اللي مر علينا، مرت علينا ظروف كثيرة، يعني صراع مع الحياة وصراع مع استقرار المنطقة. يعني دائما تشوفينا أنه مشدودين على الجانب الأمني اللي موجود، هو عنواننا الأول اللي صاير بحياتنا. لأن الأمن هو العنوان الأول في حياة العراقيين، ليس من السهل أن يشعر سكان هذه القرى بالطمأنينة بعد سنوات الخوف التي مرت. الشقيقان كريم وستار فلاحان يسكنان وعائلتيهما في حي واحد. الشقيقان يعيشان في منطقة الرضوانية التي قبعت لمدة طويلة تحت سيطرة تنظيم القاعدة. رغم أن قوات الصحوة تمكنت في منطقة الرضوانية من إزاحة القاعدة والجماعات المسلحة، لكن الشعور بالطمأنينة غير متوافر. بالمغرب لو تجيني مسكر الباب وقفل ما أطلع. هي العيشة يعني للشرطة بالمغرب ما أقدر أروح أورا، خاف. بس أنت من جيت أمنتي على حياتك؟ يعني من ترجعيني مأمنة على حياتك أنت؟ لا. يعني سيطر تقول أنا مأمنة على حياتي، بس يعني فرق يقول لا ما مأمنة على حياتي. فهذا مو بلد، هذا الشخص اللي يطلع إذا منطقة كذا وما يأمن على حياته، هذا مو بلد، هذا بلد خراب دمار. يعني من تغيب الشمس شنو يعني أنت قاعد من الحريم 24 ساعة؟ شنو يعني شنو شخصيتك؟ شنو دورك أنت؟ شنو؟ هسه من غابة الشمس شلون الدجاج مصلحة، شد الباب عليه وخليه. هذا مو بلد، هذا مو بلد استقرار. هذا وين الأمان؟ اعطيني أمان. زرنا العائلة ومعنا قادة من العشائر ليطمئن الأهل لنا، لكن ما هي إلا دقائق حتى أتت دوريات أمنية أخرى. المنطقة لم تعد واقعة تحت نفوذ القاعدة، لكن هاجس حدوث اختراق أمني أو تفجير حاضر دائما.